السلام عليكم، معكم نور. النهاردة هعمل معاكم المكرونة الحمراء ولحمة متحمرة بالثوم، مسلوقة ومتحمرة بالثوم، وعاملة جنبها شوية بتنجان وفلفل. الأكلة دي كلنا بنحبها، كل الشعب المصري بيحبها، أسهل أكلة ولذيذة كده، والأطفال كمان بيحبوها. تعالوا بقى نشوف الطريقة بتاعتها. وبصوا على اللحمة قد ايه شكلها مغري، طعمه وريحة تحفة، معاهم بتنجان متحدى وفلفل. تعالوا بقى نشوف الطريقة. هنيجي بقى للمكرونة، حطيت عشان نعمل التسبيكة شوية من السمنة على شوية من الزيت، نزلت عليهم بشوية من الثوم، الثوم بقى عايزة مفروم مهروس متقطع براحتك. حطيت عليها شوية من الفلفل الأسمر وشوية من الملح. طبعا زي ما كنت قايله لكم في الفيديو قبل كده، التوابل لما بتتحط على النار وتديها تشويحه كده بتطلع الزيوت اللي فيها وبيبقى طعمها وريحتها احلى. وبعد كده قمت نازله عليهم بشويه من الخل. ودي طماطم انا سبكتها، مش سبكتها يعني، جبت الطماطم وحطيتها على النار وغطيت عليها، يعني حاجه بسيطه جدا، وسبتها تغلي مع بعض. وبعد كده خدتهم لما الطماطم اتهرت خالص، ضربتهم في الخلاط، وده بقى شكلها. طبعا هتصفيها او ما تصفيهاش على حسب احتياجك، بس بتديها لون وطعم وسمك تقيل قوي. طبعا المكرونه سلقناها في ميه وملح وزيت. طبعا بقى لما الطماطم كده اتسبكت كويس وطلعت الزيت بتاعها، نزلنا عليها بالمكرونه بتاعتنا. انا عامله الصلصه تبقى كتير، يعني ده طلب اللي كانوا بياكلوا، ممكن تقللي الصلصه شويه. دي لحمه انا سلقتها في ميه مغليه وورق لوري وحبهان وطماطم وبصل. واول ما الميه غلت كده وقمت حاطه اللحمه، وما طلعت الريم اللي على الوش ده شلته، بدات اشيله حاجه حاجه. ولما اتسلقت كويس جبت بقى طاسه، حطيت فيها معلقه من السمنه البلدي ومعلقه كبيره من الثوم ومعلقه كبيره من الفلفل الحلو المهروس اللي احنا كنا مخزنينه، ونزلت عليها باللحمه كده. بتدي طعم للحمه فظيع. ونزلت عليها بمعلقه من الخل، بجد بتخلي طعم اللحمه حلو جدا جدا جدا. ده شكل اللحمه، أكلة سهلة وسريعة. وحمرت جنبها بقى بتنجان وحطيت عليهم شوية من الدقة وفلفل. بجد أكلة سريعة وحلوة وكلنا بنحبها، سواء كبار أو صغيرين. ممكن لو هتقدميها بقى للأطفال أي حاجة فيها شطة أو فلفل كتير تقلليها. الأكل ده ما بيتاكل سخن، بيشفي الإنسان من جوه. جربوا كده طريقتي فيها هتعجبكم قوي. ما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك في القناة. سلام.